انا نفسي ان عدي الدباغ يكون مهاجم اساسي على ناصر منسي، قلتها قبل كده. بس برضه بشوف ان عدي الدباغ حتى في الوينج اليمين هو مفيد عن بزير. رجله على الجون احسن بكتير، ما بتتقطعش منه الكوره تحت اي ظرف، اي كوره بظهره بيستلمها بيعدي بيها، ما بتتقطعش منه. قليل قوي لما تشوف ان عدي اصلا الكوره بتقطع منه. فلا انا بالنسبه له عدي الدباغ لاعب كبير قوي، لاعب مفيد جدا عن اي حد في الزمالك قدام. احسن مهاجم دخل مصر في اخر 10 15 سنه، من احسن المهاجمين يعني. وسام ابو علي معاه، ما مش قصدي على حد يعني، بس هو مهاجم ككواليتي عالمي. بس اللي نفسي فيه الخطه الاولى بتاعت معتمد جمال اللي طبقها لما كان بيحط بزيره تحت ناصر منسي وعدي الدباغ. كانت مرعبه. انت معاك اتنين فتاكين قدامه، تحتهم واحد بيرقص اي حد، وبساطته حلوه كمان قدام. نفسي ترجع تاني الخطه دي هتفرق معانا قوي والله بعدين. عشان انت ما عندكش اصلا اي حد شمال، ما عندكش شيكو بنزا واحمد شريف ضايعين، فانت عايز تبقى كده واحد تحت الاثنين دول. ويا عم سيب لهم حريه الحركه عادي كمان، ما فيهاش اي حاجه. بس انت ضامن انت عندك اتنين مهاجمين سفاحين قدام، وتحتهم واحد عفريت. فان شاء الله خير، وان شاء الله الجاي حلو للزمالك. بس انا نفسي عداد الدباغ ما عادش يطلع من الملعب خالص.